إذا غادي يديرو هنا واحد الطريق التفافية بالنسبة للناس اللي جايين من طريق سيدي عدلان البحراوي غاديين الساكنية. ربما سيساهم ذلك في التقليل من الاكتظاظ. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة القنيطرة مدينة يحببكم في هذا الفيديو. إذا غادي نتوجهوا إلى مدخل القنيطرة من طريق سيدي عدلان البحراوي، وقبل ذلك نلقي إطلالة على جديد أشغال الطريق المدارية بالإرشاد. كما كتشوفوا كما قلت سابقا هادي دارو جوج طرقان، جوجهم كيديو كيجيبو، وهذا شيء حسن. يعني مزيان التفكير على المدى البعيد، لأن هاد الطريق غادي تكون مهمة جدا وغادي تخفف الضغط على شارع المسيرة الخضراء. مزيان نفكروا أنهم يديروا جوج طرقان، راهم خدامين دابا كيديروا الرصيف. وطبعا الأشغال مازال ما انتهت، لابد غادي تكون واحد طبقة أخرى من الإسفلت، لأن كيبانو ليا بالوعات ديال المياه مرتفعة بهذا الشيء. يعني لابد غادي يديروا واحد الطبقة أخرى من الإسفلت. وطبعا غادي يكون هناك تشوير بالخطوط البيضاء وإشارة المرور. إذا وصلنا للطريق المدارية، هذا الجزء اللي ولا معروف بطريق مرجان. نتوجهوا صوب مدخل القنيطرة من طريق سيدي عدلان البحراوي. يلا خليكم معنا، وما تنساو تدعمونا بلايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمة الله. أشغال تهيئة المدار الجنوبي لمدينة القنيطرة. Travaux de l'aménagement de la rocade sud de la ville de Kenitra. دابا نرجعوا ليه ان شاء الله مره اخرى. دابا نمشيو نشوفوا مدخل القنيطرة من طريق السيار.
هنا كما كتشوفوا تمت إزالة السور القديم. إذن الأشغال تشمل أيضا بناء سور جديد. هنا كما كتشوفوا تم اقتلاع الأشجار. نتمنوا أنهم يحافظوا عليها ويعاودوا يغرسوها في إطار تقليل النفقات. إذا نحن الآن أمام بوابة الغابة الحضرية. كما كتعرفوا كانت هنا واحد جريدة صغيرة، على ما يبدو أنهم غادي يحيدوها، كما يظهر هذا الخط الأبيض على الطريق على الأرض. إذا غادي يديروا هنا واحد طريق التفافية بالنسبة للناس اللي جايين من طريق سيدي عبد الله البحراوي غاديين الساكنية. ربما سيساهم ذلك في التقليل من الاكتظاظ. هنا أيضا في ملعب الحملية يبدو أن هناك أشغال أيضا لشق طريق التفافية هنا. ما عرفوش كيبان لكم واحد الخط أبيض على الأرض. إذا تبدو كل هاد الأشغال لتحسين سيولة المرور بمدارة المعرض. أتمنى أن يكون هناك واحد التأثير إيجابي، على الرغم من أننا نحن قنيطريين كنطالبوا دائما بإنشاء ممرات تحت أرضية على غرار المدن الكبرى الأخرى.
وفي الجهة الأخرى تتم عملية تشتيتات أو اقتلاع الأشجار في الجريدة الموجودة أمام مصحة القنيطرة. ويبدو أيضا أن غادي تكون هناك طريقة التفافية. كما قلت سابقا، يعني هذا كله لتسهيل أو سيولة المرور بمدارة المعرض. نتمنى أن يكون هناك تأثير إيجابي لهذه الأشغال. دابا غادي يبان لكم الخط الأبيض على الأرض. إذن هاد الطريقة اللي تكون تما، يعني الناس اللي جايين من طريق الفوريان غيدورو مباشرة على اليمين ديالهم في اتجاه قنطرة السككية. إذا وصلنا لنهاية هذا الفيديو القادم إن شاء الله غادي نديرو إطلالة على جديد أشغال شارع الرياضة، وطبعا لدينا متابعة دورية لأشغال مدخل القنيطرة. إلى الفيديوهات القادمة إن شاء الله. وما تنساوش تتابعونا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي: يوتيوب، انستغرام، وفيسبوك.